سمعت عن طاعون الرأس؟ في يوم من أيام شهر يوليو سنة 1518 في بلد اسمها ستراسبرغ في فرنسا دبت خناقة بين الست فراو تروفيا وجوزها خلتها تسيبه وتنزل الشارع، وبدل ما تلم عليه الناس وتنكد عليه أكتر فضلت ترقص مع نفسها ومش قادرة تبطل، لدرجة إنها كل ما تقع من طولها من التعب تفوق وتكمل رقص غصب عنها، وفضلت على الحال ده 7 أيام متواصلين. طبعا الناس اتلمت عليها في الشارع وقعدوا يضحكوا عليها، واللي يقول لها يا ست تروفيا عيب ما يصحش كده، وهي ولا هنا ولا كأنها مي عمر في إشش، لحد ما تدخلت الشرطة وبعتتها لمدينة اسمها سافرن جنب ستراسبرغ، وتحديدا لمزار القديس فيتوس اللي كانوا فاكرين إنها لما تزوره هتخف. بس بعد كام يوم اتعدى حوالي 30 شخص من اللي شافوها وهي بترقص وجالهم نفس الدور، وبقوا يرقصوا غصبا عنهم وبرضه من غير مزيكا، وراح فيها كام واحد منهم والرقص خلص عليه خالص. وفي شهر أغسطس وصل عددهم ل 400 شخص، وبعض الشهود قالوا إن بعض الناس اللي بيرقصوا كانوا بيهمهموا بكلام مش مفهوم وكأن في حد بيكلمهم. وحسب موقع Ancient Origins وصف الدكاترة الحالة دي إنها نوع من أنواع الحمى اللي بتسبب الجنون، وقالوا وقتها إن العلاج إنهم يستمروا في الرقص. وعشان كده قرر مجلس البلاط الملكي تحويل بعض المحلات لقاعات رقص مؤقتة، وكمان عملوا مسارح للرقص في سوق الخيول وسوق الحبوب، وجابوا فرق موسيقية وشوية راقصين سلام عشان يشجعوا الناس ويخفوا. بس الموضوع بدل ما يقل زاد أكتر، وده اللي خلى الحكومة يصدقوا أكتر إنها لعنة، ووجهت باقي الناس للراجل اللي اسمه فيتوس ده، واللي بيقولوا إنهم اتقرأ عليهم شوية تعويذ أدت لاختفاء الظاهرة دي واحدة واحدة. وكتير من المؤرخين المعاصرين بيعتقدوا إن سبب وباء الرقص اللي حصل في العصور الوسطى مش لعنات وهري والكلام ده كله، ولكن السبب الرئيسي هو الأرجوت، وده عبارة عن عفن بينمو على سيقان نبات اسمه الجودر، وقالوا إنه بيعمل رعشة وهلوسة. وسنة 2009 اتكلم عن الاحتمال أو الفرضية دي المؤلف جون والر في كتابه عن وباء الرقص وقت الرقص وقت للموت، واللي كتب وقال فيه: نعم يمكن للأرجوت أن يسبب التشنجات والهلوسة، لكنه يمنع تدفق الدم للأطراف بسهولة، فمن المستحيل استمرار المصاب به في الرقص لعدة أيام متتالية. أما التفسير المنتشر أكتر حسب كلام العلماء إن الناس دول جالهم حالة نفسية أو ما يعرف بالهستيريا الجماعية، لأن الفترة دي كان قبلها في فيضانات والحالة الاقتصادية ما كانتش أحسن حاجة، ودي كلها كانت افتراضات أو احتمالات عن السبب الرئيسي وراء طاعون أو وباء الرأس. بس تفتكروا إيه السبب الحقيقي من كل الاحتمالات دي؟ وهل ممكن الحالة الاقتصادية تتسبب في حالة نفسية جماعية بنفس الشكل وفي نفس الوقت؟ اكتبولي في التعليقات.